أثناء معركة الثأر لشهداء النهر، والتي تم من خلالها الحمد بفضل الله تعالى تحرير اللواء 80 وحاجز المنارة. ونقوم اليوم بمحاصرة المطار المدني والعسكري، مطار حلب المدني والعسكري، وتدور اشتباكات على الطرف الشرقي وعلى الطرف الشمالي من هذين المطارين. وإن شاء الله وبفضل الله تعالى وبفضل هؤلاء المجاهدين إن شاء الله سوف نقوم بتحرير هذا المطار من عصابات الأسد وشبيحته. طبعا هذه المعركة التي نحن أطلقنا عليها وانطلقت منذ يومين، معركة الثأر لشهداء النهر، ردا على المجزرة التي قامت بها عصابات الأسد بمقتل أكثر من 100 شخص وشلفهم في نهر قويق، وتم انتشال تقريبا حوالي 100 جثة من هؤلاء الشهداء. ونحن نقوم اليوم نخوض معركة الثأر لهؤلاء الشهداء ولدمائهم الزكية إن شاء الله، والتي أطلق على النهر اسم نهر الشهداء تيمنا بهؤلاء الشهداء. بفضل الله تعالى إن شاء الله تم مشاركة عدد من الفصائل والكتائب المجاهدة في حلب، نذكر منها جبهة تحرير سوريا الإسلامية متمثلة بلواء التوحيد ولواء النصر ولواء ألوية صقور الشام، وجبهة النصرة كتائب المجاهدين المهاجرين وملة إبراهيم ولواء أمجاد الإسلام. وعذرا إذا نسينا أي فصيل أو كتائب مشاركة في هذا العمل. طبعا وهناك أيضا أخوتنا في حركة أحرار الشام أيضا إذا نسيناهم مشاركين أيضا في معنى، وكتائب أبو عمارة. أهمية تحرير المطار طبعا تكمن أهمية تحرير المطار في كونه الشريان الذي يمد النظام بالسلاح والذخيرة والمؤن الغذائية وكل هذه الأمور، طبعا عن طريق الطائرات التي تحمل إليه الذخيرة والسلاح طبعا والغذاء أيضا. نحن منذ أكثر تقريبا حوالي 20 يوم قمنا بإعطاب طائرة اليوشن وهي رابضة في أرض المطار، تم إعطابها بفضل الله تعالى بطلقات من الرشاشات المضادة للطيران. كانت تحمل ذخيرة طبعا لم تنفجر، بس ولكنها نحن وصلتنا معلومات أنها معطلة في أرض المطار. وفي أول يوم للمعركة نحن ذكرنا حررنا اللواء 80 وأيضا حاجز المنارة، وتم إعطاب 3 مروحيات رابضة على أرض مطار حلب العسكري المجاور لمطار حلب الدولي، وأيضا مقاتلة طائرة حربية مقاتلة أيضا تم إعطابها على أرض المطار. بعد تحرير المطار إن شاء الله وين إيش هي المطار؟ طبعا بعد تحرير المطار إن شاء الله سوف نتجه غربا لتحرير حلب من عصابات الأسد من الأكاديمية والكليات العسكرية المتواجدة في الراموسة والأفرع الأمنية، والزحف إن شاء الله باتجاه دمشق. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!